اهلا بيكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل محشي ورق العنب كما ينبغي ان يكون، ومفيش اتنين تقريبا بيختلفوا عليه. يلا نشوف المقادير. معانا هنا كيلو من الرز، غسلاه كويس جدا ومصفياه، ومعايا كيلو من صلصة الطماطم اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، ومعايا 3 بصلات كبار متقطعين، ومعايا كزبرة وشبت، وهنا معايا بهارات مشكلة ومكعب مرق، ومعايا معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. اول حاجة هنجيب حاجة على النار، طاسة او حلة على النار، بس احنا محتاجين نسوي البصل والصلصة بس مش اكتر. حطينا هنا الزيت وعليهم معلقة كبيرة من السمنة البلدي. مجرد بس يسخن هننزل بثلاث بصلات متقطعين مكعبات صغيرة، هنقلبها كويس قوي لحد لما تدبل. احنا مش عايزينها تصفر او تاخد اي لون، زي ما انتم شايفين كده هي كده دبلت البصلايه. هننزل عليها بعصير الطماطم اللي معانا او بالصلصه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. جربوا الصلصه دي وبالطريقه دي هتحلي اي اكل هيتحط فيه. هنقلبها كويس قوي، احنا مش محتاجين وقت طويل عشان كده كده الصلصه جاهزه. هنغطيهم حوالي 7 دقايق، من 5 دقايق ل7 دقايق. هي كده بعد 7 دقايق ما شاء الله طالعه زي الفل. هنديها تقليبه بسيطه وهننزل بالبهارات بتاعتنا. هنحط الملح، البهارات معانا هنا الكزبرة، وبعدها البهارات المشكلة ومكعب المرق. انا مش بحطه ومش بستخدم اكتر من كده. هنا جاهزة الصلصة، جاهزة كده. هننزل على الرز كده وهو ني بعيد عن النار، هننزل بالصلصة بتاعتنا وهنقلبه كويس. وهنحط بعدها الشبت والكزبرة يكونوا متقطعين ومفرومين كويس قوي بقطع صغيرة خالص. زي ما انتم شايفين كده انا استخدمت تقريبا كوبايتين. هنقلب كل الكلام ده مع بعض. وكمان الخلطة دي تنفع على اي نوع محشي مش بس ورق العنب. معانا هنا ورق العنب هنجيبه، وفي طريقتين للتشكيل. في اول حاجة الطريقة ديت هنحط شوية من الخلطة اللي احنا عملناها، وهنجيب الجنبين هنقفلهم بالشكل ده، وبقدر الامكان نخلي الصباع يكون شكله حلو، وده بيكون شكله. الطريقة التانية دي المعتادة بتاعتنا، الطريقة دي اسهل واسرع وانا متعودة اعملها بالطريقة دي. برضو الاتنين بيدوا نفس النتيجة. كده ما شاء الله الصباع طالع حلو جدا. كده انا حطيت في الحلة تحت طماطم وجزر وبصل، ورشيت عليهم ملح وفلفل، ورصيت المحشي بالطريقة دي. وهنا انا حطيته بعد ما خلصت على النار. هحط عليه الشوربة وهعصر عليه ليمونتين، وهحط ليمون زي ما انتم شايفين، بس الشوربة تكون مغطية من فوق، ونقفله. وده شكلها بعد لما تطلع. ما شاء الله طالع حلو جدا، حاجة كده ولا غلطة. والف هنا وشفا. ده ينفع في العزومات وهيشرفكم جدا جدا في اي عزومة. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير.